الفيلم بيبدأ بمشهد لنهاية العالم في طوكيو، وبنشوف طفل اسمه تاداشي واقع في الشارع، وفجأة بتنزل عليه قشرة ذهبية وبتدخل جوه جسمه، وبعدها بيظهر وحش غريب قدامه وبيبدأ يقرب منه بسرعة. بس فجأة تاداشي بيصحى وبيكتشف ان كل ده كان حلم. وفي مكان تاني شبه مقلب زبالة كبير بنشوف راجل اسمه ساتو، واللي كان بيستخدم قوة غريبة وبيطلع كرة نار من ايده وبيرميها وسط الزبالة، وده بيعمل حريق كبير جدا. والحريق ده بيبقى بداية ظهور كائن أسطوري على شكل آلة شريرة. وفي الوقت ده بتظهر بنت غريبة جدا بشعر أبيض واللي بيكون اسمها آجي، واللي بنعرف إن البنت دي تبقى مساعدة ساتو في خططه الشريرة، واللي بتبدأ بعدها إنها تشغل الآلة. وبعد كده بنروح لقرية صغيرة في طوكيو، ووقتها كانت الناس بتحتفل بمهرجان شعبي كبير، والكل كان لابس لبس تنكري غريب جدا. ووقتها بيقدموا كائن أسطوري واللي بنعرف إن اسمه كيرين، والكائن ده يعتبر وحش من الأساطير الآسيوية، واللي بيكون جسمه شبه الأسد وجلده شبه السمك وعنده قرون زي الغزال. ووقتها تاداشي بيكون واقف بيتفرج وهو مرعوب شوية، وأصحابه بيجوا يرخموا عليه ويخوفوه أكتر، وبيقولوا له إن الكيرين هيعضه ويخليه هو الفارس المختار. فأنت طبعا هتسألني إيه هو الفارس المختار ده؟ هقول لك اصبر شوية وهعرفك كل حاجة بالتفصيل. تاداشي وقتها بياخد الكلام ده هزار في الأول، لكن فجأة الكيرين بيقرب منه وبيعضه فعلا قدام الناس، والناس كلها بتبدأ تسقف وبتعتبره الفارس الجديد. وبعدها واحد صحفي بيبدأ يقرب منه ويصور فيه. وعلشان نفهم أكتر مين هو الفارس المختار ده لازم نرجع للأساطير بتاعتهم اللي كانت بتقول إن هيجي يوم من الأيام والشر ينتشر في العالم بتاعهم، وعلشان يخلصوا من الشر ده لازم يوصلوا لسيف أسطوري موجود في جبل مقدس عندهم، وبعدها يسحبوا السيف ده من الجبل، ومفيش حد هيقدر يسحب السيف ده من الجبل غير الفارس المختار. وعلشان يعرفوا مين هو الفارس المختار ده الأسطورة بتاعتهم بتقول لهم إن هيبقى هو الشخص اللي الكيرين هيقرب منه ويعضه في احتفالهم الشعبي. وبعد ما عرفنا قصة الفارس بنروح على طول لمكان جوه الغابة، ووقتها بنشوف مخلوقات اسمها السوناكو، واللي كانت بتجري وهي مرعوبة. والمخلوقات دي عبارة عن حيوانات يابانية واللي بتعتبر فصيلة من فصائل اليوكاي اللي هنتكلم عنهم بعد شوية. ووقتها كانت بتجري وراهم الآلة الوحشية اللي ساتو صنعها، والوحش ده بيبدأ يصطاد السوناكو علشان يوديهم لساتو ويستخدمهم في الشر بتاعه. بس وقتها واحد من السوناكو بيهرب، بس آجي بتهاجمه بالصوت بتاعها وبتجرحه قبل ما يهرب. وتاني يوم تاداشي بيروح آخر يوم ليه في المدرسة قبل ما ينتقل، ووقتها أصحابه بيفكروا إنه هو لازم يروح الجبل ويجيب السيف الأسطوري، لكنهم بيرجعوا يستهزئوا بيه وبيقولوا له إنه هو جبان ومش هيقدر يعمل ده. وتاداشي وقتها بيتضايق جدا وبيقرر إنه يروح الجبل لوحده علشان يثبت لهم إنه هو مش جبان. وأول لما بيوصل هناك بيلاقي إن المكان مرعب جدا، وكان فيه قبور كتير وعظام حيوانات في كل حتة. ووقتها الخوف بيبدأ يسيطر عليه وبيسمع أصوات مرعبة طالعة من العدم، وساعتها بيخاف جدا وبيقرر يسيب كل حاجة ويجري بسرعة من المكان. وبعد ما بيطلع من المكان المرعب ده وقتها بيلاقي أتوبيس غريب ماشي في الطريق وبيركبه من غير ما يفكر، وبيكون هو الراكب الوحيد في الأتوبيس ده. وبعدها الأتوبيس بيمشي عادي جدا في الأول، لكن فجأة بيظهر مخلوق صغير من الشباك وبيبصله، وبعدها بتظهر مخلوقات يوكاي كتير جدا في الأتوبيس. وتاداشي بيتصدم وبيخاف جدا، وساعتها بيلاحظ إن في مخلوق صغير شبه كلب على رجله، والمخلوق ده بيكون مصاب. فتاداشي بيقرر يساعده وياخده معاه البيت علشان يعالجه. وهنا بنعرف إن المخلوق ده هو حيوان السوناكو اللي لسه هربان من شوية، وده يعتبر من فصائل اليوكاي، بس احنا هنسميه بيكاتشو علشان شكله لطيف وعجبني بصراحة. وفي الوقت ده بنعرف إن اليوكاي دول أصلا مش أشرار، ودول يعتبروا أرواح قديمة عايشة مع البشر من زمان، لكن دلوقتي بقوا مهددين بسبب ساتو والآلات الشريرة بتاعته. وبنعرف إن ساتو كان بيخطف اليوكاي دول علشان يحطهم في المحرقة بتاعته مع شوية آلات عادية، وبعد ما بيطلعوا من المحرقة الآلة دي بتتحول من آلة صماء لآلة شريرة بتتحرك بأوامر ساتو. وبعد شوية بنشوف آجي اللي بتكون حبست عدد كبير من اليوكاي، وده كله بأوامر من ساتو علشان يستخدم قوتهم ويسيطر بيهم على العالم. وساتو كان هدفه من تحويل اليوكاي لوحوش إنه يعمل جيش خاص بيه يسيطر بيه على العالم. ووقتها اليوكاي كانوا بيصرخوا وبيطلبوا بالحرية، لكن آجي كانت بتتضايق من صوتهم جدا، فقامت وبكل برود وبخت عليهم مادة حمضية، والحمض ده بيحرقهم بشكل مرعب. وبعد كده بتيجي آلة ضخمة وبتاخد واحد من اليوكاي وبترميه جواها، والمحرقة اللي اترمى فيها اليوكاي ده كانت مليانة مادة وردية. وبعدها بيرموا معاه موتوسيكل بايظ، وفجأة الاتنين بيندمجوا مع بعض وبيتحولوا لوحش ميكانيكي مرعب. ودي كانت طريقة ساتو في صنع الوحوش بتاعته عن طريق دمج اليوكاي مع التكنولوجيا
شوية علشان يطلع كائن أقوى وأخطر. وبعد ما الوحش الجديد ده بيطلع بينطلق بسرعة رهيبة وبيروح على قرية تداشي. وبعد لما بيوصل للقرية بيقدر إن هو يخطف طفل صغير، ووقتها أمه بتقف مصدومة وما كانتش قادرة تتحرك من اللي هي شافته. وقبل ما تعمل أي حاجة الوحش بيقطعها لحتت صغيرة، وبعدها بشوية بيروح على الأب هو كمان وبيقتله. وتاني يوم تداشي بيكون قاعد بياكل مع بيكاتشو، وفجأة بيظهر الصحفي اللي صوره في المهرجان، وبنعرف إن الراجل ده مهتم جدا بحكايات اليوكاي، وبيحكي له قصة من زمان لما كان صغير وكان هيغرق في البحيرة، بس فجأة بنت شيطانية أنقذته، ووقتها هو وقع في حبها. بس بعد لما كبر البنت دي فجأة اختفت من حياته. وبعدها الصحفي بيقول له إن البشر لما بيكبروا بيفقدوا القدرة على رؤية اليوكاي، وده بيمهد لفكرة إن تداشي لسه مختار وعنده القدرة إن هو يشوف كائنات اليوكاي ويتعامل معاهم لأنه لسه صغير. وبعد ما تداشي بيخلص الكلام مع الصحفي بيرجع للبيت بتاعه، ووقتها بيلاقي رسالة من جده اللي كان بيقول له فيها إن هو رايح الجبل اللي فيه السيف الأسطوري. وتداشي بيقلق جدا وبيفتكر إن جده ممكن يكون في خطر، فبيقرر يرجع لنفس المكان المرعب ده، لكن المرة دي كان أشجع علشان معاه بيكاتشو. بس وهو ماشي الفانوس بتاعه بيطفي فجأة، وبيكاتشو بيهرب منه وبيجري، وتداشي بيجري وراه لحد ما بيوصل لمستنقع غريب. ووقتها بيشوف فقاقيع طالعة من المية، وبيفتكر إن بيكاتشو جوه المستنقع ده، فبينزل علشان يدور عليه، لكن فجأة ايدين خضرة بتطلع من المية وبتحاول إنها تسحبه لتحت، بس هو بالعافية بيقدر يهرب منها ويجري. وبعدها بيقابل بنت غامضة وكانت بتنادي عليه باسمه، وهو وقتها كان بيفتكر إن دي أخته، لكن لما البنت دي بتبصله بيكتشف إنها من غير وش، ووشها كان اختفى بسبب الفانوس اللي في إيديها. وتداشي بيهرب منها بسرعة وبيدخل لبيت قديم علشان يستخبى فيه، بس وقتها بيلاقي ست نايمة على الأرض وبيطلب منها إنها تساعده، فهي بتقوله إنها تعبانة ومش قادرة تتحرك. بس فجأة رقبتها بتبدأ تتمدد بشكل مرعب وبتفضل تطول وبتلف في الأوضة كلها. وبنعرف إن الست دي تعتبر واحدة من أشهر كائنات اليوكاي واللي اسمها روكورو كوبي، واللي معروفة برقبتها اللي بتتمدد بشكل مخيف. ووقتها تداشي بيتجمد من الرعب، وفي الوقت ده بيشوف ظل قطة شبه بني آدم عند الباب، وبعدها بتبدأ تظهر عيون كتير حواليه، والخوف بيبدأ يزيد عنده جدا، فبيجري بسرعة وبيكسر الباب علشان يهرب. بس فجأة بيلاقي وش ست عملاقة قدامه واللي بتبدأ تنفخ فيه هوا جامد وبترميه بعيد. وفي نفس الوقت ده الست اللي رقبتها طويلة بتبدأ تقرب منه وبتحاول إنها تدوق وشه، بس وقتها النفخة اللي الست دي كانت نفختها بتطيره لحد الغابة. وأول لما بيوصل هناك بيسمع صوت جده بيستغيثه وبيطلب منه المساعدة، فتداشي بيجري عليه بسرعة، لكن بدل ما يلاقي جده بيقابل يوكاي شكله غريب جدا وجسمه كان كله أحمر زي النار. واليوكاي ده بيبدأ يقرب منه، ومن غير ما يقول له أي حاجة اليوكاي بيحاول إن هو يبوسه، وتداشي بيتخض وبيجري منه، بس وقتها بيقع في النهر وكان هيغرق فعلا لولا إن في بنت بتظهر فجأة وبتنقذه. ولما تداشي بيفوق بيلاقي نفسه نايم على رجل البنت دي، ولما بيبص لها بيلاقيها لطيفة جدا وبتبتسم له. بس بعد شوية بيظهر يوكاي تاني بوش غريب، وبعدها بيظهر عدد كبير من اليوكاي حواليهم ومن بينهم بيكاتشو. ووقتها يوكاي أخضر بيحاول إنه يقرب من تداشي ويتكلم معاه بلغته، بس تداشي بيخاف وبيروح يقف جنب البنت، واليوكاي الأخضر ده بيزعل منه جدا وبيقول له إنهم كلهم أرواح وإنه شكله بالنسبة لهم غريب زي ما هم غريبين بالنسبة له. وبعدين بيحاول يعلمه درس وبيسحبه ناحية النهر، لكن فجأة بيكتشفوا إن تداشي هو الطفل المختار. ووقتها اليوكاي الأحمر بيعترف له بالحقيقة وبيقول له إن جده مش في خطر أصلا، وإن هو اللي قلد صوت جده علشان يخليه يجي معاهم للجبل. ووقتها البنت بتتدخل وبتهدي الوضع وبتبدأ تعرف نفسها باسم كواجيمي. بس لو وصلت لهنا بفكرك ما تنساش تظبطنا باللايك والسبسكرايب، وتكتب لنا في كومنت انت بتتفرج علينا من اي بلد، وكمان ما تنساش تنضم لجروبنا وقناتنا على فيسبوك علشان نتناقش فيها ونسمع آرائكم عن الافلام، وكمان تقترحوا علينا الافلام اللي نعملها الفترة الجاية. وبنعرف ان كواجيمي هي اميرة النهر، ودي واحدة من اليوكاي الطيبين اللي بيحاولوا يحموا العالم من الشر. ووقتها بتقنع تداشي يكمل معاهم الرحلة، وفي نفس الوقت ده بنشوف آجي وهي بتكمل خطف في اليوكاي، وكانت بتستخدم حاسة شم غريبة علشان تعرف بيها مكانهم في الجبل. ولما بنرجع لتداشي والمجموعة بنلاقيهم ماشيين في طريق ضيق وسط الصخور لحد لما بيوصلوا لجسر مكسور وخطر جدا. ووقتها اليوكاي الأخضر بيوريه ازاي يعدي من غير خوف، لكن وهو بيعدي فجأة الجسر بيقع من تحت وكان هيموت، وفي آخر لحظة تداشي بينقذه. وده أول دليل واضح إن تداشي مش جبان وإن قلبه طيب وشجاع فعلا.
فعلا. وبعدها بيكملوا الطريق وبيدخلوا كهف، وجوه الكهف ده في صخرة ضخمة بتبدأ إنها تروح عليهم، والكل بيهرب على الجنب ما عدا اليوكاي الأخضر، والصخرة بتدوس عليه وبتلزقه في الأرض. وبعد الموقف ده تاداشي بيبدأ يفقد خوفه منهم شوية، وبعدها بيوصلوا لمكان غريب جدا، وفجأة بيظهر يوكاي كبير وكان ماسك السيف الأسطوري. وأول ما بيشوف تاداشي على طول بيسلمه السيف، لأنه عرف إن هو اجتاز اختبار الفارس بنجاح. لكن المشكلة إن السيف كان تقيل جدا على تاداشي وبيقع منه على الأرض، وتاداشي وقتها بيحاول يشيله تاني، ولما بيفتحه وقتها بيطلع منه ضوء قوي جدا، وبنعرف إن السيف ده مش سلاح عادي، ده يعتبر سلاح مقدس مرتبط بقوة اليوكاي. وفجأة الأرض بتبدأ تهتز بيهم، وبيظهر صوت مرعب من فوقهم، واللي بنعرف إن ده كان صوت حفارة كبيرة واللي بتقدر إنها تخترق الجبل وتفتح طريق، والطريق ده بيخرج منه وحوش آلية بقيادة آجي. ووقتها اليوكاي العملاق ده بيتحرك بسرعة، وبيبدأ إن هو يضرب موجة هواء قوية جدا، والموجة دي بتطير كل الآلات مرة واحدة. ووقتها آجي بتنبهر بالقوة دي، وبتقرر إنها تاخد اليوكاي ده لنفسها وبتنزل تقاتله بنفسها، وفي ثواني بتقدر إنها تجرحه بالصوت اللي معاها. وفجأة الوحوش بترجع هي كمان وبتهجم عليه من ورا، وآجي بتستغل الفرصة دي وبتقطع جناحاته، وبيبقى اليوكاي ده عاجز تماما. ووقتها آجي بتسحبه لفوق وبتاخده معاها. وفي نفس الوقت ده بيكاتشو بيلاحظ إن السيف واقع على الأرض، فبيجري بسرعة ناحيته، لكن فجأة آلة شريرة بتوقفه قبل ما يوصل له، والآلة دي كانت هتقطع بيكاتشو، بس تاداشي بيجري بسرعة علشان ينقذه، وبيقدر إنه يمسك السيف الأسطوري وبيستخدمه علشان يصد هجوم الوحش ده. والسيف بيبدأ يشحن كهربا مع كل ضربة، وفي الآخر بيقطع الوحش ده نصين. ولما آجي بتشوف كده بتفهم إن تاداشي بقى خطر عليهم جدا، فبتقرب منه بسرعة وبتخطف السيف منه، وبالصوت بتاعها بتقدر إنها تكسره نصين. وتاداشي بيتصدم وبيقف وهو مش مصدق اللي حصل، وبيكاتشو بيحاول وقتها إن هو يساعده، وبينط على وش آجي علشان يشتتها عنه، لكن هي بتمسكه وبترميه جوه جهاز غريب شبه الميكروويف. والأجهزة دي كانت جزء من مصنع ساتو اللي بيحول اليوكاي لطاقة ووحوش. وبعد ما بتحقق اللي هي عايزاه بتهرب مع الجيش بتاعها وبتاخد بيكاتشو معاهم. وبعد المعركة دي تاداشي بيفقد الوعي، ولما تاداشي بيفوق بيلاقي نفسه في مكان مليان يوكاي، وكان فيهم أشكال غريبة جدا، اللي منهم واحد عيونه في إيده وست على شكل شبح وغيرهم كتير. بس كان في يوكاي أزرق ماسك السيف المكسور، وبيقول إن في واحد بس هو اللي يقدر يصلحه، لكن هو مش موجود دلوقتي، فاستنى معايا علشان نعرف اليوكاي ده موجود فين. وبعدها بيستدعوا روح تانية علشان تساعدهم، والروح دي بتتحول لمرآة سحرية وبتوديهم مكان اليوكاي التانيين اللي كانوا مسجونين مع بيكاتشو. وكمان بيشوفوا إن بعضهم بيترموا جوه آلة ساتو، ووقتها واحد من اليوكاي الحكماء بيبدأ يشرح لهم وبيقول لهم إن الآلة دي اتصنعت من غضب وكراهية الحاجات اللي البشر بيرموها. وهنا بنفهم إن الشر جاي من تصرفات البشر نفسهم مش بس ساتو. وفي الوقت ده الأميرة كواجيمي بتبدأ إنها تعيط، وبتقول إنها تعرف ساتو من زمان، وإنها لما كانت إنسانة هو اللي رماها في النهر وسابها تموت علشان ترجع على شكل كائن اليوكاي. وساعتها الكل بيفهم إن ساتو هدفه إنه يغرق العالم في الظلام، وإن الحل الوحيد إنهم يواجهوه مع بعض. لكن المشكلة إن معظم اليوكاي كانوا خايفين إنهم يتحولوا لوحوش زي غيرهم، واليوكاي الأخضر بيبدأ يترجاهم وبيحاول يقنعهم يقاتلوا. وبعد إلحاح شديد عليهم واحد منهم بس هو اللي بيوافق، وده كان يوكاي عجوز واللي كانت قدرته إن هو يزرع بذور بس. وساعتها تاداشي بيقول إن هو كمان هيحارب علشان ينقذ بيكاتشو، وأصحابه بيفرحوا جدا وبيتشجعوا بيه. وفي نفس الوقت ده ساتو بينجح في استدعاء كايو عملاق، والكايو ده يعتبر وحش ضخم جدا مصنوع من نفس طاقة الغضب والخراب. ووقتها الوحش ده بيبدأ يندمج مع المصنع، وبعدها بيطير ناحية طوكيو. ولما بنرجع لقرية تاداشي بنشوف إن الأمهات بدأوا يقلقوا علشان أطفالهم بيختفوا. وبعد شوية الشرطة بتوصل للمكان وبتقول إن في وحوش بتهاجم القرية دي، وإن الدمار ده موجود في كل مكان مش عندهم بس. ولما بنروح للمدينة وقتها الناس بتبدأ تشوف الوحش العملاق، وشوية من المشردين اللي في الشارع بيفتكروا إن هو بطل قديم كان بيحمي المدينة، لكن في الحقيقة الوحش ده كان جاي يدمر كل حاجة. ووقتها الوحوش بتبدأ تنتشر بسرعة في الشوارع، وكانت بتهاجم كل حاجة في طريقها. وفي نفس الوقت ده تاداشي وأصحابه بيطيروا على ظهر غربان علشان يوصلوا للمدينة وينقذوها، لكن سرعة الغربان كانت بطيئة جدا، فبيقرروا إنهم ينزلوا من عليها ويمسكوا في جناح طيارة. بس الجو فوق كان بارد جدا، وكانوا وقتها بيبدأوا يتجمدوا. ولما بنرجع لليوكاي المسجونين بنكتشف إن في واحد منهم هو الحداد اللي ممكن يصلح السيف. ووقتها بيكاتشو بيقرب
بيقرب منه وبيبدأ يطبطب عليه ويشجعه، وبعدين بيقوله إن هو لازم يخرج من المكان ده علشان يصلح السيف في أسرع وقت. ولما بنروح لطوكيو بنلاقي رجالة قاعدين بياكلوا بعد الشغل، واللي كان منهم الصحفي اللي قابل تاداشي، وفجأة الأرض بتبدأ تهتز من تحتهم، ولما بيطلعوا يشوفوا اللي بيحصل فجأة بيلاقوا الوحش العملاق فوقهم في السماء. ووقتها الكايو بيبدأ يقف في وسط ناطحات السحاب، وبيبدأ إن هو يندمج مع المباني اللي موجودة، والمصنع العملاق بيبدأ يطلع دخان كتير جدا، والدخان ده بيبدأ ينتشر في كل طوكيو. وبعد شوية المدينة كلها بتتغطى بالظلام والأنوار بتطفي والناس كلها بتدخل في حالة رعب. وفي نفس الوقت ده بنشوف آجي وهي كانت بتعذب حداد اليوكاي، وكانت بتضربه بالصوت بتاعها جامد، ووقتها بيكاتشو بيحاول إن هو يدافع عنه وبينط عليها ويعضها، وده بيدي فرصة للاتنين إنهم يهربوا بسرعة من المكان، وبيقدروا فعلا يحبسوها في لحظة. لكن وهم بيهربوا بيظهر قدامهم وحش آلي ضخم وبيقدر إن هو يمسك بيكاتشو، ووقتها بيكاتشو بيحاول إن هو يقاومه وبيبدأ يرش عليه مادة غريبة، وده بيخلي الآلة الشريرة تبوظ شوية، لكن للأسف بيفضل محبوس في الحديد. ووقتها الحداد بيبصله بحزن وبيقوله إن هو هيكمل المهمة اللي اتفقوا عليها، وبعدها بيسيبه وبيمشي. وبعد شوية آجي بتمسك بيكاتشو وبتفضل تضرب فيه لحد ما بينهار، وبعدين بتقرر إنها ترميه جوه المحرقة علشان يتحول لوحش زي الباقيين. وفي نفس الوقت ده يوكاي كتير جدا بيبدأوا يسمعوا اللي بيحصل، وكانوا فاكرين وقتها إن ده مهرجان كبير في طوكيو، وما كانوش عارفين إن دي حرب، فبيقرروا إنهم يروحوا كلهم هناك علشان يحتفلوا بالمهرجان ده. ولما بنرجع للمصنع بنشوف تاداشي وأصحابه وهم واقفين بيقابلوا الحداد بره المصنع، ووقتها الحداد بيبدأ إن هو يصلح السيف. ولما تاداشي بيسأله عن بيكاتشو الحداد ما بيقدرش يقوله الحقيقة، فبيضطر إن هو يكذب عليه وبيقوله إن بيكاتشو بخير. وبعدها تاداشي بيلبس زي الفارس الحقيقي والحداد بيسلمه السيف بعد ما تصلح، ووقتها تاداشي بيكون جاهز للمعركة النهائية. وفي نفس الوقت ده الصحفي بيطلع لأعلى مبنى في المدينة وبيبدأ يبص من فوق، ووقتها بيشوف تاداشي وهو طاير ناحيتهم، لكنه ما بيشوفش اليوكاي اللي معاه. وتاداشي بيوصل للمدينة، وأول ما بينزل الوحوش بتبدأ إنها تهجم عليه، لكن المرة دي هو كان مختلف تماما، وبيبدأ يتحكم في السيف وبيضرب الوحوش بكل سهولة، وبيقدر إن هو يكسب ثقة كبيرة في نفسه. وبيلاحظ إن هزيمتهم سهلة جدا، لكن المشكلة إن أصحابه كانوا مكشوفين والوحوش بتبدأ تهاجمهم وقتها، وتاداشي بيحاول إن هو يحميهم خصوصا الأميرة كواجيمي. أما اليوكاي الأخضر فكان بطيء جدا وبيقع من فوق المبنى، وفجأة بيظهر عدد ضخم جدا من الوحوش من كل اتجاه، ووقتها تاداشي وأصحابه بيطلعوا لأعلى برج في المدينة، ومن هناك بيشوفوا منظر غريب جدا وبيلاقوا ملايين من اليوكاي جايين ناحيتهم، وكان عددهم ضخم جدا لدرجة إنهم مش شايفين آخرهم. واليوكاي دول هم اللي كانوا فاكرين إن ده مهرجان، ووقتها بيبدأوا يهاجموا الوحوش وهم بيضحكوا وبيهزروا وكأنهم في حفلة كبيرة. وفي نفس الوقت ده الصحفي كان واقف وسط كل الكلام اللي بيحصل ده، وكان حاسس بالضرب حواليه لكنه ما كانش شايف أي حاجة، وده اللي بيفكرنا تاني إن الكبار ما بيشوفوش كائنات اليوكاي. وفجأة الصحفي ده بيلاقي صندوق قدامه وكان مليان مشاريب، ووقتها بيشرب واحدة منهم، وفجأة بيكتشف إنه هو يقدر يشوف اليوكاي من تاني. ووقتها واحد منهم بيرمي نفسه عليه، لكن بدل ما هو يخاف منه بيتحمس جدا علشان أخيرا شايف حرب اليوكاي بعينه. وفي نفس الوقت تاداشي والأميرة بيجروا وبيدخلوا جوه المصنع، وجوه المصنع بقى بيقابلوا وحش آلي ضخم، ووقتها تاداشي بيهجم عليه بالسيف بتاعه وبيضربه لحد ما بيقع على الأرض. لكن فجأة بيلاحظ حاجة غريبة جدا، ووقتها بيلاحظ إن موجود في رجل الوحش ده رباط، وهنا تاداشي بيستوعب الحقيقة وبيعرف إن الوحش ده هو بيكاتشو. وتاداشي بيتصدم جدا وبيزعل علشان بيفتكر إن هو قتل صاحبه، لكن الوحش ده بيقوم تاني وبيكمل الهجوم عليه، وتاداشي ما كانش قادر يضربه علشان ده صاحبه، فبيفضل يهرب من ضرباته علشان ما يأذيهوش، وده بيخليه يتصاب وبيقع على الأرض. ووقتها الوحش ده بيقرب منه علشان يخلص عليه، بس الأميرة بتقف قدامه وبتحاول إنها تحميه، لكن في اللحظة دي تاداشي بيقوم فجأة وبيضرب الوحش بالسيف بتاعه، والضربة دي بتوقعه على الأرض. ووقتها تاداشي بيقرب منه وبيبدأ يعتذر له وهو بيعيط، بس فجأة دموعه اللي بتنزل على الوحش دي بتخلي بيكاتشو يرجع لشكله الحقيقي، وده بيوضح ان مشاعر تاداشي كانت اقوى من الشر نفسه. لكن للأسف اللي بيحصل ده كان متأخر جدا، وبيكاتشو كان خلاص بيموت قدامه، وتاداشي بينهار تماما، ووقتها غضبه ده بيتحول لقوة جبارة وبيفضل يتوعد ان هو هينتقم من ساتو. وفي اللحظة دي آجي بتظهر
بتهجم عليه بالصوت بتاعها، وتداشي بيقدر ان هو يصد الضربة بتاعتها وبيبدأ يهجم عليها بكل غضبه. لكن فجأة آجي بتسمع صوت ساتو بيناديها، فبتضطر انها تسيب القتال ده وتمشي علشان تشوف ساتو، وتداشي والأميرة بيجروا وراها لحد ما بيوصلوا عند ساتو. ووقتها تداشي بيهجم عليه بالسيف، لكن الهجوم بتاعه ده ما كانش ليه أي تأثير عليه، وساتو بيرد عليه بضربة قوية جدا، والضربة دي بترميه بعيد. ووقتها الأميرة بتبدأ تكلمه وتقول له يبطل اللي هو بيعمله ده. وفي الوقت ده ساتو بيبدأ ان هو يتعرف عليها، وبيبدأ يفتكر الماضي اللي كان عمله فيها، وبيقول لكواجيمي انها تقتل تداشي، لكن هي بترفض وبتقول له انها اتعلمت تحب البشر وتحميهم. وساتو بيبتسم لها وبعدها بيحاول ان هو يقتلها، لكن تداشي بيتدخل في اخر لحظة وبينقذها. وفجأة بيظهر اليوكاي العجوز اللي كان بيدور على البذور بتاعته، وكان لقى اخر واحدة ناقصة. وساتو وآجي وقتها بيبدأوا يبصوا له باستغراب، وهو بكل هدوء بياخد البذور بتاعته وبيقعد على جنب. لكن القتال بتاعهم ما كانش لسه خلص، وتداشي بيقوم تاني وبيحاول يقاتل ساتو، لكن ساتو بيضربه ضربة قوية جدا بترميه بعيد. وبعدها ساتو بيفتح قلب الآلة العملاقة وبيبدأ خطته الأخيرة، وكان هدفه إن هو يمحي الحدود بين عالم البشر واليوكاي ويخلي الفوضى تسيطر على كل حاجة. ووقتها آجي بتقرر تندمج مع الآلة علشان تقدر إنها تزود قوتها، وبتبدأ تقرب منها أكتر وهي مبسوطة. لكن فجأة ابتسامتها دي بتختفي، لأن ساتو كان غدر بيها وطعنها في بطنها، وبدأ يقول لها إن الحب اللي جواها ليه بقى عائق قدام خطته، لأنه بيكره الحب والخير وبيرفض أي مشاعر إنسانية. وفي اللحظة دي الصحفي بيشوف البنت اليوكاي اللي أنقذته زمان، وبيفرح جدا وبيجري عليها وبينط من فوق، لكن بيقع على طرف لوح الخشب اللي كان قاعد عليه اليوكاي العجوز. ووقتها اليوكاي العجوز بيطير في الهواء، وبتقع كل البذور بتاعته في كل مكان. وساتو ما بيديش الموضوع أي اهتمام، وبيروح يدخل جوه الآلة علشان يبدأ يندمج معاها ويتحول لوحش عملاق. بس ما كانش واخد باله إن في بذرة واحدة كانت دخلت معاه جوه الآلة، وبنعرف وقتها إن البذور دي بتمثل بذور الحب والسلام، ودي هي الحاجة الوحيدة اللي تقدر توقف الشر في العالم. ووقتها ساتو بيندمج جوه الطاقة الشريرة دي، والآلة بتبدأ تطلع ضوء قوي جدا، وفجأة كل الوحوش الآلية بتبدأ إنها تفقد قوتها وبتتفكك لوحدها. وبكده اليوكاي بيقدروا أخيرا إنهم يكسبوا الحرب دي من غير ما حتى يحسوا. لكن بعدها بثواني الآلة بتنفجر، والانفجار ده بيكون ضخم جدا، ووقتها كل اليوكاي بيبدأوا إنهم يطيروا بعيد. وتداشي وقتها بيكون في قلب الانفجار ده، لكن ما بيحصلوش أي حاجة، لأن زي ما احنا عارفين تداشي كان هو الفارس المختار. ووقتها بيظهر الكرين الذهبي الأسطوري وبينقذه في آخر لحظة. وبعد ما الحرب بتخلص اليوكاي بيرجعوا لعالمهم، وكل واحد فيهم بيرجع لحياته، لكن طوكيو بتكون اتدمرت بشكل كبير جدا. ووقتها تداشي والصحفي بيقعدوا وسط الخراب ده وبيبصوا حواليهم في صمت. وتداشي وقتها كان بيفكر في حاجة بسيطة جدا، وهي انه نسي يكلم امه. والصحفي بيقاطعه وبيسأله عن اسم أميرة اليوكاي، وتداشي وقتها بيقول له على اسمها، وبيقول له انه عارف ان هو بيحبها. والصحفي بيسأله هي ما سألتش عني ولا ايه؟ وتداشي وقتها بيكذب عليه لأول مرة وبيقول له انها كانت عايزة تشوفه من تاني. والصحفي بيفرح جدا بالكلام ده. وبعدها بتمر السنين وتداشي بيكبر وبيبقى راجل ملو هدومه وبيمشي في حياته بشكل طبيعي جدا، لكن من غير ما ياخد باله بنلاحظ ان بيكاتشو كان ماشي جنبه، وكان بيحاول وقتها ان هو يكلمه، بس تداشي ما كانش شايفه ولا سامعه لانه كبر وفقد القدرة على رؤية اليوكاي. وبيكاتشو وقتها بيزعل جدا لانه شايف صاحبه بيبعد عنه. وفي الوقت ده ساتو بيظهر من تاني. فتفتكر بقى ظهور ساتو ده معناه ايه؟ اكتب لنا في الكومنت. وبكده الفيلم بتاعنا بيخلص لسهرة النهاردة. بفكرك بجروب وقناة الفيسبوك، وما تنساش بقى تظبطنا باللايك والاشتراك وتكتب لنا في كومنت انت من اي بلد. بفكرك انك تفعل جرس التنبيهات علشان تتابع كل جديد. وبس كده، اشوفكم على خير، سلام.